السلام عليكم. الا كنتي مريض بالسكري اولا كتعرف شي واحد مريض بيه اولا كتعتني بشي واحد مريض بهذا المرض السكري، فراه في هذا الفيديو غادي نقدم لكم اهم النصائح باش تتبعوا نظام غذائي صحي. اولا خاصكم تحترموا العدد ديال الوجبات ديالكم. فراه في العاده ديالنا كاين 3 ديال الوجبات: الغداء، الفطور والغداء والعشاء. بالنسبه للمرض السكري نوع الثاني فراه يمكن ليه ياخذ من 1 حتى 2 ديال الكاسكروطات ما بين هاد الثلاثه ديال الوجبات. يعني يقدر ياخذ كاسكروط مع 10 ديال الصباح وكاسكروط مع 5 ديال العشيه الا كان محتاج اليوم. وبالنسبه للديابيت اولا مرض السكري نوع اول فراه يمكن ليه ياخذ يمكن ليه يلحق كاع حتى 3 ديال الكاسكروطات في النهار، على حسب الحاجه ديالو. يعني يقدر يكون مع 10 ياكل مثلا مع 10 ديال الصباح وياخذ عاوتاني كاسكروط مع 5 ديال العشيه وياخذ عاوتاني كاسكروط مع 10 ديال الليل. ولكن الكاسكروط اللي غادي ياخذ مع 10 ديال الليل مشروط بالنسبه ديال السكر. شنو خاصو يعبر السكر ياك ويشوف الا كان كبر من 1.5 غرام فراه ما خصو ياخذ حتى شي كاسكروط، ما خصو ياخذ حتى شي حاجه. ولكن الا كان اقل من 1.5 غرام فراه هنايا خاصو ياخذ واحد الكاسكروط خفيف ظريف. اشنو خاص يكون فيه؟ خاص يكون فيه مثلا واحد الحاجه اللي تكون فيها نشويه ولكن ما طلعش ليه السكر بزاف. بحال مثلا الخبز الكامل وياخذ معاه مثلا واحد المشروب بلا سكر، بحال مثلا اتاي بلا سكر، اتاي بالسوس. وثالث حاجه عاوتاني خاص مريض السكري خاصو يحترم الوقيته اللي كياكل فيها الوجبات ديالو. يعني الفطور اللي كان كياكل مع 9 دائما ياكلوا مع 9، الغداء الا كان كياكل مع مثلا 2 خاصو دائما ياكل مع 2، العشاء دائما الا كان كياكل مثلا مع 8 ولا 9 ولا ما عرفت خاصو دائما ياكلوا في هذيك الساعه اللي خاصو يحترم الساعه ديال الوجبات ديالو. بالنسبه لمرضى السكري حتى هما خاصهم ياخذوا البروتينات وخاصهم ياكلوا الدهنيات وخاصهم ياكلوا السكريات. يعني خاص هادشي كله خاص يستافد منه الجسم ديالو. ولكن اشنو خاص ياخذ فيه في هادشي هذا؟ يمكن ليه يجيب هاد الشيء كامل. بحال مثلا البروتينات يمكن ياخذ بروتينات حيوانيه بحال مثلا اللحوم، الاسماك، الدواجن، البيض، الحليب ومشتقات ديالو. بحال مثلا الدهنيات ياخذ مثلا الدهنيات اللي كتكون حيوانيه وكذلك نباتيه. مثلا الجليسيد او ما يسمى بالسكريات يمكن يلقاو مثلا في الحلويات. ولكن بالنسبه للحوم ولا الاحشاء داكشي مثلا بحال الطحان اولا الكلاوي اولا القلب الى اخره، داكشي اللي كيكون في الداخل ديال الحوض خاصو ينقص منهم. علاش؟ لحقاش الا كثر فيهم فراه المريض السكري كيكون عنده واحد الخطر ديال باش انه يمرض بامراض القلب والشرايين وكذلك ارتفاع نسبه الدهون في الدم ديالو، وهادشي صعيب. اذا كخيار الاول البروتينات فراه كنفضل ياخذ في الخيار الاول الاسماك لانها غنيه بالاوميغا 3. وفي الخيار الثاني كنصحوا بانه ياخذ الحليب والمشتقات ديالو. ولكن كنفضل انه ياخذ اللبن. علاش اللبن؟ كنعرفوا بان الحليب فهو كيكون فيه واحد السكر اللي كنسميوه لاكتوز. هاد اللاكتوز ملي حنا كناخذوا هذاك اللبن فهذاك اللاكتوز كيتحول لنا لاسيد لاكتيك اولا حمض لبني. ملي كيتحول لنا الحمض اللبني اذا غادي كنسميوها دعمي كنسميوها التخمر، لا فيرمونطاسيون. ملي كتوقع لنا هاد لا فيرمونطاسيون اولا التخمر فراه ما كيبقاش لنا هذاك اللاكتوز، اذا ما كيبقاش لنا السكر في هذاك الحليب. وبالتالي فراه اللبن كيكون مزيان لسحب السكر حسن من الحليب. وكخيار ثالث كنفضل انهم خاصهم ياكلوا البيض والدجاج ولكن يكون بلدي. اذا الخيار الاول اللي كنفضل انه خاصهم ياكلوا اسماك. الخيار الثاني خاصهم ياكلوا الحليب والمشتقات ديالو بالضبط قلت اللبن. وخيار ثالث يعني خاصو ياكل البيض والدجاج اللي يكون فيرميي او ما يسمى بلدي. في الماكسيموم خاصو ينقص الكونسوماسيون اولا الاستهلاك ديال اللحوم الحمراء. بالنسبه للدهنيات فراه خاصو يختار مريض السكري الدهنيات اللي هي غنيه بالدهنيات اللي هي غير مشبعه. فين يمكن يلقى هاد الدهنيات الغير مشبعه؟ بحال مثلا زيت الزيتون،
يقدر يلقى لي زولياجينو بحال دابا مثلا بحال اللوز، بحال الكركاع، يعني داك الكركاع اللي كيكون فيهم الدهنيات هكا. يمكن لي ياخذ عاوتاني لافوكا، يمكن لي ياخذ عاوتاني نيت الزبده اللي تكون بلديه بطبيعه الحال، واخا هي راه غير مشبعه، ولكن ياخذها ما ياخذهاش بزاف، ياخذها غير شويه، غير مره. بالنسبه للمشروبات فراه خاص يكونسومي بطبيعه الحال الماء كل نهار، هادشي ضروري بطبيعه الحال. فراه يمكن لي ياخذ الماء بطبيعه الحال ديال الروبيني اولا معدني، كما انه ياخذ مثلا اتاي، قهوه، تيزان، ولكن يكون بلا سكر بطبيعه الحال. ولكن كندير ليه كروه على العصير يعني انك دير الفواكه في المولينيكس في الخلاط وتميكسيه في الميكسور. لا، الحقيقه السكر ديالك كتكون مرتفعه على انك تاكل فاكهه هكاك نيشان. فراه كنفضل انك تاكل فاكهه كيف ما هي، كيف ما خلقها سيدي ربي، على انك تطحنها. بالاحسن تاكلها كيف ما هي احسن وغتستافد منها اكثر. وبالنسبه للاغذيه اللي كيحتويو على السكريات، يعني السكريات اللي ما غاديش تمص، ما غاديش يمتصها الجسم ديالك بالزربه، يعني خاص تمص ببطء. يعني بحال مثلا الحبوب والمشتقات ديالها، بحال مثلا البطاطا، بحال البطاطا الحلوه عاوتاني، بحال القطنيات يمكن تلقاهم في الخضر طريه، وكذلك في الفواكه الطريه. ولكن فراه الاغلبيه ديال الخضر الطريه بطبيعه الحال كيكون عندها واحد النسبه ديال السكر كتكون منخفضه، وهذا مزيان. ولكن تحضيو مع الباربه اللي كتكون طايبه، والفول، واللفت اللي كيكون طايب، والقرعه الحمراء، والخيزو اللي كيكون طايب، والجلبانه، لحقاش هادو كيكون عندهم واحد النسبه ديال السكر كتكون مرتفعه. اذا باش ما يشكش لكم هذا خطر، وعدوا كلوهم مره ما في التناول ديالكم ليهم. حتى الا كنتو كتاكلوهم مثلا يوميا، ديروهم بواحد النسبه تكون قليله. ومن الافضل ما تجمعوش هادشي اللي قلت لكم دابا، ما تجمعوش في وجبه وحده، ديروه مثلا مفرقين باش ما يطلعش لكم ديريكت نسبه السكر ديالكم. عندي لكم كيفاش ديروه حتى تنقصوا من النسبه ديال السكر ديال. اولا لو دوغري دو موريسمون دي فروي او لا ايتا دو ماتوريتي. قد ما طابت داك الحاجه بزاف، بحال مثلا الفواكه، قد ما انه كان طايبه بزاف، بحال البنانه الا طابت بزاف فراه النسبه ديال السكر ديالها كتكون طالعه، اولا انديكس غليسيميك ديالها كيكون طالع بزاف على انك تاكلها عاديه ما تكون ما طايباش. هادشي اللي عنيت ليطا دو ماتوريتي. ثاني بارامتر اللي هو لا ترانسفورماسيون دو لاليمون. كيف الزنا بحال مثلا كيف ما قلت لكم، فراه انك دير عصير فراه كيكون كتطلع النسبه ديال السكر ديالك على انك تاكل فاكهه هكا كيف ما خلقها سيدي ربي. يعني الا درنا مقارنه ما بين فاكهه هكا كيف ما خلقها سيدي ربي والعصير، فراه غادي نلقاو بان نسبه السكر اللي كاينه في هذاك العصير كبر من نسبه السكر اللي كاينه في الفاكهه. ثالث بارامتر اللي هو المود دو كويسون ولا دوري دو كويسون، يعني الطريقه ديال الطهي ديالكم والمده ديال الطهي حتى هي كتلعب دور كبير باش اما تنخفضوا نسبه السكر او لا ترفعوها. اذا مثلا اذا درنا بطاطا قطعناها مرتوات كبار ودرناها تسلق في الماء، فراها اقل نسبه السكر ديالها كيكون اقل من اننا نديروها في الفرن. بالنسبه للمده ديال الطياب مثلا لي بات فراه احد الاقصى ديال الطياب وهي 8 ديال الدقائق، ما خصناش نفوتوها. يعني الا فتناها فراه كيتزاد نسبه السكر ديالها. رابع بارامتر اللي هو ريفرويديسمون ابري كويسون، نبردو من بعد ما نطيبو. يعني الحاجه اللي طيبناها وخليناها تتبرد على خاطرها، مثلا طيبت مثلا الروز وخليتي برد مثلا الا كامله والغد ليه كليتو، فراه غادي يكون اقل النسبه ديال السكر من اننا ناكلو في ديك الساعه اللي طيبتو. وعاوتاني عندك عاوتاني ريشوفمون ابري ريفرويديسمون، يعني تسخين من بعد ما نبردو. يعني كيفاش؟ الا مثلا كيف ما قلت لكم طيبت الروز وخصنيتو ليله كامله حتى يبرد، ومن بعد ما برد سخنتو عاوتاني، فراه غادي يكون اقل نسبه السكر من اننا ناكلوه ديريكت ولا
ما عرفتش فهمتوني ولا لا. يعني باش ما سخن بردتي وعاودتي سخنتي وبردتي عاودتي سخنتي، باش ما ان نسبه ديال السكر كتقل لينا. بحال مثلا الخبز باش ما انك خليتيه طيبتيه وخليتيه تيبرد ومن بعد عاوتاني سخنتيه، فراه كيقل النسبه ديال السكر ديالو مقارنه مع انك الا كليتيه هكاك سخون ديريكت. رابع بارامتر اللي هو كومبوزيسيون دو غوبا. كيفاش زعما؟ يعني معاش يمكن لك ترافق هذاك الوجبات ديالك. مثلا يمكن لك شي مكون حمضي بحال مثلا الفينيغر، الخل، بحال مثلا السيترون يعني الحامض، يمكن لك تزيدو على الوجبات ديالك، فراه حيت الحامض كينقص نسبه السكر حتى هو. بحال مثلا كليتي طاجين هكا وفي الشلاضه ديالك دير عصر عليها شويه الحامض ولا دير ليها شويه الخل باش ينقص لك نسبه السكر ديالك. ويمكن لك عاوتاني تكونسومي هذيك الوجبات ديالك مع مكونات اللي هما غنيه بالالياف الغذائيه، وغنيه مثلا بالدهنيات وبالبروتينات، لحقاش هما كيعاونوا باش ان ديك نسبه السكر تنخفض. وفي الاخير غادي بغي نقول لكم شحال خاصني ناكل هاد الحاجه في النهار ديالي. مثلا بحال مثلا الفواكه اللي هي كتكون كيف ما خلقاتي داير اونتيي هكا طازجه، تاكلها كل نهار، اللي يكون طبيعه الحال ليهم نسبه السكر ديالهم يكون هابط. والخضر اللي كتكون طيبه ولا هكا خضره، فراه حتى هما خاصك تاكلهم كل نهار، ما عدا هذوك اللي قلنا ليهم عندهم نسبه السكر طالعه عليهم، هو خاصك تاكلهم شويه مره. بالنسبه للنشويات يكون عندك مع كل وجبه رئيسيه، ولكن بطبيعه الحال خاصك تستعمل اللي عندهم نسبه السكر هابطه ولا موين، وخاصك دير لهم هذيك لي بارامتر اللي قلنا اللي يعاونونا باش انه يخفضوا لينا نسبه السكر ديال الاغذيه اللي غتناول. الحليب ولا اللي كيكون بطبيعه الحال فيرمونتي اولا كيكون اولا اللي كنسميو حنا اللبن المشتقات ديالو، فراه خاصك تاكلو كيلكو فوا بار سيمين، يعني مره في السيمانه خاصك تاكلو. هو ولا عندك الحوت والبيض الدجاج اللي كيكون بطبيعه الحال شي بلدي حتى هو مره في السيمانه. وبالنسبه للحوم الحمراء والاحشاء ديالو مثلا والدواجن حتى هما غير اوكازيونالمون، غير فرصه غير حتى مره في الشهر مثلا هكا ولا 2 مرات في الشهر، ما تكثرفهمش بزاف. هادشي اللي كاين، نتمنى ان تكون بزاف هاد الفيديو، والله يجيب الشفاء للجميع ان شاء الله.